سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا عليها يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيطا بالليالي والأيام، نسألك اللهم يا أرحم الراحمين، يا دار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا وأبداننا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا وغمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة.